السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طواجن أم علي بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، من وصفة عملناها في الفيديو اللي فات هنطلّع منها المرة دي طواجن أم علي، يالّا بينا نبدأ ونشوف المكونات على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي وتعملوا لايك وشير على الفيديو لو عجبكم. مع بعض وصفة الكروسو الفيديو اللي فات، وإن شاء الله هنعمل النهارده منه طواجن أم علي بطريقة سهلة وبسيطة جدًا. أول حاجة أنا هنا معايا الكروسو اللي إحنا عملناه، أنا قطّعته بالمقص لقطع زي ما أنتم شايفين كده صغيرة. بعد كده هابدأ أدّيه تحميصة خفيفة، أنا باحب أدّيه تحميصة خفيفة، لكن ده اختياري، لو مش عايزة تدّيه تحميصة خلاص أنا باحطه تحت الشواية في الفرن، ياخد تحميصة خفيفة كده وباتابعه وأقلّبه على بعضه وبس كده. وبعد ما بياخد التحميصة بابدأ بقى أحُط عليه الإضافات اللي أنا عاوزاها، زي ما أنتِ شايفة كده خَد قرمشة بسيطة جدًا. بعد كده هابدأ أضيف عليه المكسرات، أي مكسرات بقى عندِك، أنا هنا كان عندي سوداني حطيت عليه شوية سوداني وشوية زبيب وكمان شوية جوز هند، المكسرات المتوفرة عندِك اشتغلي بيها، وبعد كده هاقلّبهم مع بعض، كمان ممكن تضيفي معلقة صغيرة من القرفة زي ما تحبي. بعد كده معايا حوالي الأول نُص لتر، أنا هابدأ بنُص لتر، أنا هاعمل 4 طواجن بس، فهابدأ الأول بنُص لتر، وهاشوف إذا كان احتاج التاني هازوّد. هازوّد عليه 3 معالق سُكّر، وبرضه السُكّر نسبي ممكن تزوّدي أو تقلّلي زي ما أنتِ عاوزة، أنا هنا رجعت دُقته لقيته عاوز سُكّر تاني، فحطيت له معلقة كمان كبيرة، وبعد كده زوّدت باكيت فانيليا، وبعد كده هارفعه على النار لحد ما يغلي، على ما يغلي بقى هنرُص الكرواسون في الطواجن. طبعًا كمان ممكن تعملي نفس الوصفة دي بالملفيه أو الجلاش، طبعًا الملفيه بتجيبيه جاهز وتكسّريه على طول من غير ما تحمّصيه، لكن لو هتعمليه بالجلاش لازم برضه تدّيه تحميصة وتحطّي عليه معلقة زبدة أو سمنة وتدخّليه تحت الشواية. وبعد ما اللبن غلي معايا بابدأ أصُبّه على الكرواسون واسيبه يتشرّب لمدة دقيقة أو دقيقتين كده، وبعد كده بارجع أشوفه إذا كان هيحتاج منّي تاني والّا لأ. هنا أنا كنت سِبته وخلّصت الكمية الأولى النُص كيلو، وبعد كده رجعت زوّدت حوالي نُص كوباية كمان من اللبن المغلي على الطواجن. عايزة أقول لِك كمان إن كمية اللبن أنتِ اللي بتتحكمي فيها على حسب ما بتحبي طواجن أم علي إزاي، لو بتحبيها ناشفة شوية من اللبن ما يكونش باين فيها، أو بتحبيها اللبن يكون باين فيها جامد، أو ممكن يكون نُص، نُص زي ما أنتِ عاوزة، أنتِ بتشوفيها وبتحددي زي ما أنتِ عاوزة، يعني هنا أنا عاملاها تكون ما بين البنين، ما يكونش اللبن زايد فيها أوي ولا يكون ناقص منها جامد وتكون ناشفة. بعد كده هتبقى مرحلة الوِش، الوِش بقى ليه كذا طريقة. أنا هنا مثلًا ده كريم شانتيه عادي جدًا ضربته، يعني أنا وفّرت عليكم الخطوة دي عشان ما أطوّلش عليكم في الفيديو، يعني كريم شانتيه ضربته بمَيّة متلجة وحطيت عليه السكر حسب الذوق زي ما أنتِ عاوزة، وبعد كده بابدأ أفرده على الوش زي ما أنتِ شايفة كده. في كذا طريقة تانية، يعني ممكن كمان تضيفي قشطة صناعية أو قشطة بلدي زي ما أنتِ عاوزة، وممكن كمان تعملي قشطة كدابة وتضيفيها على الوش، اللي هي بتبقى عبارة عن كوباية من اللبن وعبارة عن معلقة كبيرة من النشا والمعلقتين كبار من السكر. وبترفعيهم على النار لحد ما يتقل الخليط وبعد كده تصبيه على الوش، بعد كده رشيت رشة سكر بودر على كل طاجن رشة خفيفة كده بس، وبعد كده دخلتهم تحت الشواية، أنا ما ولعتش الفرن، دخلت الطواجن تحت الشواية على طول وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده تبقى طواجن أم علي جاهزة معانا على الأكل على طول، بجد خلصت بسرعة جدًا، ما خدتش مني ربع ساعة، تِلت ساعة بالكتير وهتكون جاهزة، وبتطلع طعمها بجد روعة وبتدفّي جدًا في الشتا، حاجة حلوة وسريعة ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وبجد بتطلع روعة وطعمها جميل جدًا وبتدفّي جدًا في البرد، بجد جربوها مش هتندموا. بجد هتطلع معاكِ أحلى بكتير من الجاهزة، وطبعًا كمان أوفر لأنها بتتباع برّه بأسعار عالية جدًا، أنتِ هتعمليها في البيت بطعم أحلى وأوفر، وكمان ضامنة كل مكوناتها، وكمان إحنا عاملين الكرواسون في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدًا، بأقل كمية زبدة هتورقيه وتعمليه، يعني أنتِ الوصفة كلها موجودة في بيتِك، وكمان ممكن تشتريه جاهز زي ما أنتِ عايزة، إن شاء الله تعجبكم الوصفة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير على الفيديو.